فساد فساد فساد. لكن أكبر فساد هو فساد العقيدة. صح ولا لا؟ صح ولا لا يا رجال؟ في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الذنوب درجات يا أخوان. أي الذنب أعظم؟ يقول عليه الصلاة والسلام أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وأنا أسألكم بالله يا أهل السودان ويا أهل مدينة كسلة، أسألكم بالله الآن كم ممن ينتسب إلى الإسلام في بلدنا السودان يدعون الأموات من دون الله؟ كم الختمية سيدهم السيد الحسن يدعوه من دون الله، التجانية سيدهم أحمد التجاني يدعونه من دون الله، السمانية سيدهم البرعي يدعونه من دون الله. لا حاصل ولا ما حاصل؟ كل جماعة خدت لهم طاغوت من الطواغيت وعبدوه، يدعوه يستغيثون به يعتقدون فيه النفع والضر، بل وصلوا مرحلة أسوأ من أبي جهل ومن أبي لهب. يا أخي أبو جهل ما قال ألا تنزل المطر ويجي الزنديق اللي اسمه الخنجر قال الناس يقول يا الله ادينا مطر، ما بديكم مطر. الوهابية قال بيقول يا الله ادينا مطر، لكن لو عايزين المطر امشي القبة وادفع البياض وقول يا سيدي ينزل لك المطر. طيب انا اسألكم بالله اللي بينزل المطر الله ولا الاسياد ولا الطواغيت ديل؟ افرأيتم الماء الذي تشربون؟ الناس ما عيبهم بيشربوا حق الله وياكلوا حق الله ويدعوا عبد الله. صح ولا لا؟ أفرأيتم. ومن الليلة اتعلموا قبل ما تشرب أعرف من وين. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبة وتاني ثم شققنا الأرض شقة وتاني فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم. يا أخي الله اداك ده كله عشان تتمتع وتشكر الله. بعد شوية تقول الله ما بينزل المطر، الأولي والصالحين هم اللي بينزلوا المطر. يا أخي أنت مسكين، ألم ترى؟ أنت ما قاعد تعاين؟ يا أخي عاين بعينك عشان تعرف الله اللي خلقك، عشان تتعرف على الله. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. اللي مرق المطر من وسط هذا السحاب من؟ أجيبوني يا أخوان. لكن يأتي أمثال هؤلاء الزنادقة والله يقول لك الشيخ هو اللي ينزل المطر. لا، نحن في القرآن عندنا اللي بينزل المطر الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لما ربنا ينزل المطر بيطلع الزراعة. أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن إيش؟ أم نحن الزارعون. والله يا أخواننا المزارع يحفر الواطة يكب الحبوب ويخط السماد ويخش قطيته هناك، الباقي منه يا أخواننا عند الله. لكن هؤلاء وإياكم تظنوا أن الصوفية في بلدنا السودان عداوتهم للسلفية. لا والله، عشان ما تقول الصوفية بيعادوا السنيين، لا، الصوفية يعادون الله رب العالمين. الله بينزل المطر، أيوة، الولي الصالح برضو بينزل المطر. الله بيدي الجنة، أيوة، الشيخ برضو بيدي الجنة. الله يخلق الأجنة في بطون الأمهات، كذلك الكباشي والمكاشي والسيد الحسن والاسم الثاني ذاك برضو بيخلقوا الأجنة في بطون الأمهات. إنا لله وإنا إليه راجعون. فساد في العقائد. يأتي الصديق يقول يا رسول الله ما أكبر الكبائر؟ ما أكبر الكبائر؟ يقول عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. إن الله لا يغفر إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الشرك لظلم عظيم. دي أكبر بلوى الآن، خلت الناس يقيفوا للعيش بالصف. الشرك بالله، والله والله وبالله وتالله الجاز بيقى بالصف، والبنزين بيقى بالصف، والعيش بيقى بالصف، وبيقى في ضنك في العيش والحياة. ده حاصل ولا ما حاصل؟ سببه شنو؟ السبب الأول، عشان ما تقول لي يا مولانا أكبر جريمة جريمة القتل، لا يا أخي، أكبر جريمة المادة الآية 13 من سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. والبلد ملانة بالشرك والله يا أخوان. قباب وأضرحة تعبد من دون الله، قباب وأضرحة يطاف بها كما يطاف بالكعبة، شيوخ يسألون ما لم يسأل إلا من الله، يدي الجنة وينزل المطر. طيب خلوا لي الله شنو؟ ده السبب الأول، فساد في العقائد. كل جماعة عملوا لهم طاغوت وعبدوه من دون الله. لكن والله وتالله ما دام أن هنالك عرق ينبض سنظل نحارب هذا الشرك إلى آخر نفس. لا يضرنا من خذلنا من بني جلدتنا، ما يهمنا والله، ما يضرنا بشيء. سنظل إلى آخر نفس من حياتنا، سنظل نرفع راية التوحيد ودعوة التوحيد، رضي من رضي وأبى من أبى. عضي نخرتك لو ما عجبك، عضيها كده، جرب. والنوع ده موجود، لكن ما يضرنا شيء. إرضاء رب العالمين غايتنا. اي والله، إرضاء رب العالمين غايتنا، دي الهدف وده المراد. عشان كده يا إخواني، أكبر مصيبة